مساء الخير متابعين قناة ميمي شريف، بداية أسبوع سعيد عليكم إن شاء الله. جايبت لكم أحداث الحلقة 643 من مسلسل الميراث. أما متابعيني الغاليين على التيك توك لا تنسوا تعملوا لي حركة اكسبلور ليرتفع الفيديو. يلا رح ابدأ بأحداث الحلقة. حور بتضب شنطتها، بتجي آسيا بتقلها حتتزوجي بدوني. حور بتقلها مو انتي سافرتي. آسيا بتقلها مفكرة حفوت لحظة مثل هي، وبرافو عليكي، حاربتي واخدتي اللي بدك اياه ومبروك يا حبيبتي. يوسف بيقله لأبو مصعب حور حتتزوج إبراهيم اللي شارك بخطفي، ومع هيك لما رجعت لميتكن كلكن حوالي، وشكله ما عندي حل غير سامح. ابو مصعب بيقول له وحتقدر. يوسف بيقول له حاقنع نفسي انكم كنتوا مجبورين على اللي عملتوه. شهد بتقول له لفهد مو مصدقه انه حور حتتزوج وحاسه حالي حابكي من الفرح بس بنفس الوقت خايفه. فهد بيقلها حتى امي بدها تتزوج وما حكت معي وشكلها نسيت اني من العيله، وارجوكي يا شهد لا تتركيني، انت اللي بقيتيلي. إبراهيم بيجي لياخد حور. يوسف بيقله دير بالك عليها ولا تزعلها ومبروك والماضي خليه بيننا، وأنا مسامحك على كل شي انجبرت تساويه، ودير بالك تقلها عن أي شي صار. إبراهيم وحور بيسافروا على أبو ظبي ليقضوا شهر العسل. زيد بيقله ليوسف فرصتك اجت بما انه حور مسافرة وخلينا نضربها ضربة قوية توجع. يوسف بيقله بدك اهدم شركة ابوي وترجع اختي من فرحتها على وجع. زيد بيقله شايفك غيرت رأيك. يوسف بيقله ايه غيرت رأيي، وبيعطيه شيك وبيقله هذا نصيبك وتعويض لإلك. زيد بيقله لطلال شوف يوسف عطاني مكافأة وهدول ولاد عمك مفكريني راكد ورا الفلوس مو ورا تعبي اللي تعبته بالشركة. طلال بيقول له المبلغ محترم وغير هيك انت ألف شركة بتتمناك. زيد بيقول له انا كل اللي بدي اياه كان تقدير على اللي عملته. طلال بيقول له احمد ربك ما طلعت بلوشي. فهد بيقلها لشهد شو شهر هلا عسل اللي ما خلص وامتى حترجع حور. شهد بتقله لسه بدك نسافر. فهد بيقلها خايفة. شهد بتقله بدي قاوم لآخر نفس فيني. إبراهيم بيقلها لحور امتى حنرجع. حور بتقله ما حنرجع وخايف يفصلوك ومديرتك معك، وأنا حاسة ما بدي أرجع لحياتي القديمة، بدي ضل معك العمر كله. مريم نجحت. يوسف بيقلها والأولى على صفك وشو كنتي عم تدرسي من وراي. مريم بتقله كله بفضلك ولولاك ما كنت دخلت على المدرسة. يوسف بيقلها لازم اعمل لك حفلة وجيب لك هدية. مريم بتقله هديتي تبقى معي. حور بتقله لابراهيم انا بعرف كل شي عملته مع اخوي وبعرف شو كان دورك بخطة امي من اول يوم، وبعرف انه عملت هالشي غصب عنك ولا توصل لي. ابراهيم بيقلها بس انا خذلت امك وما خليت يوسف يوقع عن التنازل عن ورثه. حور بتقله لهالدرجة بتحبني وخالفت القانون عشاني. ابو مصعب مبسوط بنتائج مريم وعم بيبكي من الفرحة وبيقله ليوسف شكرا على كل اللي عملته معي ومع بنتي. يوسف بيقله بكفي تحملت بعدها عنك، وشوف انا متفق معها انه بكرة طلعها واحتفل فيها واشتري لها هدية، لهيك خليك جاهز لانك انت اللي حتعمل كل هالشي. نواف بيقلها لآسيا حور وتزوجت وإجا الوقت لنفكر بحياتنا شوي. آسيا بتقله أنا كنت عم أكذب عليك وأنا رجعت لأنتقم من بنات أختي بسبب اللي عملته أمهن فيني مو لحتى أكون معاهن. نواف بيقلها ليش شو عملت أمهن. آسيا بتقله قبل ما أقلك لازم اعترف جنب حدا إني مسامحة جويرية. نواف بيقلها شو اللي تغير. آسيا بتقله وجودك بحياتي. نواف بيقلها خديلي موعد من أهلك بدي إجي وأتقدم لك رسمي. شهد بتدخل غرفة حور وبتتأملها ونظراتها كلها شوق لأختها الغايبة. مريم بتجي بتقلها لشهد اشتقتي لها. شهد بتقلها ايه وخايفة ما ارجع اشوفها. مريم بتقلها ما توقعت تطول كل هالقد وشو رأيك نروح لعندها. شهد بهالوقت بتتعب وبتقلها لمريم بسرعة اتصلي بفهد شكلي عم أولد واتصلي على حور خليها ترجع. فهد بيجي اتصال بهالوقت وآدم بيقله شبك. فهد بيقله شهد عم تولد. حور بتصحى من النوم بيجيها اتصال. إبراهيم بيقلها انسي اليوم انتي ملكي أنا. حور بتقله خليني شوف هي مريم. بعدها حور بترد على المكالمة وكل نظراتها بتتغير وأكيد مريم خبرتها إنه شهد عم تولد. هيك كانت نهاية أحداث الحلقة 643 من مسلسل الميراث. إذا عجبكم هالفيديو لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. بشوفكم إن شاء الله بحلقات جديدة. ضلوا بألف خير يا رب. بأمان الله، مع السلامة.